ولسه محتار تفتح حساب في انهي بنك؟ فانا في الفيديو ده هعمل لك مقارنه كامله بين البنك الاهلي وبنك مصر، واوعدك في نهايه الفيديو هتبقى واخد القرار الصح. يلا بينا نعرف كل التفاصيل لكن بعد الانترو. اول حاجه هنعمل بينها مقارنه وهي شروط فتح الحساب ما بين البنك الاهلي المصري وبنك مصر. مبدئيا كده البنك الاهلي المصري مش محتاج اي حاجه او اي اثبات دخل، محتاج بس يبقى معاك وظيفه في البطاقه، ولو مش معاك وظيفه في البطاقه او طالب او ايا كان او ربة منزل، المهم مش مكتوب اي وظيفه، هات معاك والدك والدتك اخوك يبقى ضامن ليك. ونفس الموضوع في بنك مصر، انت مش مطلوب منك اي ورقه، انت بس يكفي ان انت تكون مثلا مكتوب اي وظيفه في البطاقه او يبقى معاك ضامن. ولو انت ربة منزل ما تحمليش الهم، ممكن زوجك يجي معاكي ويفتح معاكي الحساب بضمان وظيفة. تاني حاجة الحد الأدنى لفتح الحساب. بالنسبة للبنك الأهلي المصري فالحد الأدنى بسيط جدا وهو 1000 جنيه، يمكن ده أقل حد أدنى في مصر بالنسبة لحسابات التوفير. أما بالنسبة لبنك مصر هو 1500 جنيه. خدوا بالكم في المقارنة الحاجات اللي عاملها باللون الاحمر تبقى اسوأ من الحاجات اللي عاملها باللون الازرق. نوع الحساب اللي بعمل بينه وبين التاني مقارنه هو حساب توفير. بالنسبه بقى لو عايز افتح حساب جاري فالمطلوب مني 2500 جنيه كحد ادنى للحساب ده، واحيانا كتير الموظفين بيرفضوا لان هم بيعتبروا حساب الجاري ده حساب شركات. في ناس فاتحه حساب جاري في ناس فاتحه حساب جاري، حاليا بقى اغلبيه الناس بيترفض معاها الحسابات دي وبيطلبوا منهم يعملوا حساب توفير. بالنسبه لبنك مصر هو الحد الادنى لحساب الجاري هو نفس الحد الادنى لحساب التوفير اللي هو 1500 جنيه، وبرده زي ما قلت لكم في البنك الاهلي احيانا بيترفض عشان بيعتبروه حساب للشركات. بالنسبه لمصاريف كل 3 شهور او المصاريف الاداريه، فالبنك الاهلي المصري تعتبر مصاريفه عاليه شويه وهي 75 جنيه بس. خد بالك قبل ما يعني تتخض، هم 30 جنيه بس مصاريف اداريه زائد 45 جنيه كشف حساب الكتروني. انا عارف ان ناس كتير هتقول لي ان هم مش بيحتاجوه. افتح الحساب وبعد كده روح اي فرع الكتروني خاص بالبنك الاهلي المصري، هتلاقوني سايب لكم كل الفروع الالكترونيه في وصف الفيديو. وبعد كده قدم طلب ان انت عايز تلغي كشف الحساب الالكتروني، وبالتالي مصاريفك كل 3 شهور هتبقى 30 جنيه بس. بالنسبه لبنك مصر فهي مصاريف ثابته كل 3 شهور وهي 55 جنيه، ولو رصيدك في الحساب قل عن الحد الادنى اللي هو 1500 جنيه هيتخصم منك 10 جنيه عن كل شهر. لو كان معاك 1500 جنيه لحد اخر يوم في الشهر وجيت سحبت 10 جنيه، بالتالي انت قليت عن الحد الادنى في الشهر، وبالتالي بدايه الشهر الجديد هيتخصم منك 10 جنيه. هل يشترط اثبات دخل؟ يعني بعض البنوك التانية بتطلب بقى اتش ار ليتر وورقه تكون مختومه والمدير ماضي عليها والكلام ده كله. في البنوك الحكوميه زي البنك الاهلي وبنك مصر الموضوع ابسط من كده بكتير، زي ما قلت لكم من شويه يكفي وظيفه في البطاقه او يبقى معاك ضامن. بالنسبه لعمر المتقدم عشان يفتح حساب التوفير ده لازم في الحسابين يبقى اكبر من 21 سنه. طب لو اقل بقى من 21 سنه يعمل ايه؟ عندنا في البنك الاهلي المصري حساب توفير اسمه حساب توفير المستقبل، ده خاص بالشباب. هو بيبتدي من 16 سنه وبيكمل معاك لحد 50 سنه، ومعفي من اغلبيه المصاريف بتاعتك. لو كل التفاصيل في حرف الايفون. بالنسبه لبنك مصر برضو شرحته قبل كده، حساب شباب بنك مصر وهو من 16 ل 21 سنه، برضو المطلوب منك حوالي 500 جنيه كحد ادنى ايداع، وبرضه هتلاقوا كل تفاصيله في وصف الفيديو بحرف الاي فوق. بالنسبه للتطبيق البنكي الخاص بالبنك الاهلي فهو غني عن التعريف اللي هو الام بي اي موبايل. بالنسبه لبنك مصر وهو بي ام اونلاين، والاثنين موجودين على الابل ستور وعلى البلاي ستور. بالنسبه للحساب في البنك الاهلي بيديك رقم حساب دولي من نوع ايبان، يعني تقدر تستلم عليه حواله من اي مكان في العالم، حتى لو بتتعامل على الانترنت بقى ومواقع الربحيه وبتتعامل بقى مع بايونير وايز تقدر تستلم عليه. لو شغال على امازون تقدر تستلم على ايبان، مفيش اي مشكله. ولو شغال برضو على الفيسبوك عايز تربط الايبان بتاع حسابك البنكي برضو تقدر تربط البنك الاهلي او بنك مصر، الاثنين بيدوك ايبان. واللي مش عارف الايبان ده هو رقم بيتكون من 29 رقم اوله اي جي اللي هو كود الدوله. كل دوله بيبتدي بالكود بتاعها، احنا هنا في مصر اي جي، وهتلاقوني برضو سايب لكم شرح كامل يعني ايه ايبان في وصف الفيديو. بالنسبه بقى لبطاقات الخصم المباشر فانت ممكن تطلع فيزا او ماستر كارد او ميزه في البنك الاهلي او بنك مصر. وبالنسبه لبطاقات بقى مسبقه الدفع، يعني واحد يقول لي انا مش قادر افتح حساب دلوقتي، انا
عايز بطاقه مسبقه الدفع، البنك الاهلي المصري بيوفر لك ميزه كبيره جدا، وهي فيزا مسبقه الدفع او ماستر كارد مسبقه الدفع او كارت ميزه مسبق الدفع. وعلى فكره كلهم مجانا في وقت تصوير الفيديو، وبيختلف الرقم من 0 ل 30 جنيه، يعني احيانا بتبقى مجانا واحيانا بيبقى عليها رسوم 30 جنيه. وبتسمى البطاقات دي هي بطاقات الحوالات، وكنت شرحت لكم قبل كده موضوع بطاقات الحوالات بتاعه البنك الاهلي المصري، ان هي ممكن تعمل عمل حسابك البنكي، ان انت بتدي الشخص مثلا بره مصر عايز يحول لك فلوس، ال 16 رقم بتوع البطاقه وبيحط قبلهم 3 اصفار بحيث ان هم يكونوا 19 رقم، وبيحولك على 19 رقم دول، وبتوصل لك الحواله في حوالي من 3 ل 5 ايام عمل. بالنسبه بقى لبنك مصر، فالبطاقات المسبقه الدفع اللي بيوفرها هي بطاقه حوالتي وشرحتها لكم قبل كده، وبطاقه تحيا مصر، وفيزا انترنت بنك مصر، وبطاقه الهدايا، وكارت ميزه. وبرده بطاقه حوالتي تقدر تستلم عليها فلوس من اي حته في العالم، بس بتدي بقى الشخص المره دي هي 16 رقم وبيوصل لك الفلوس عليها بدون اي مشاكل. بالنسبه بقى للبنك الاهلي المصري، فانت تقدر تربطه بانستا باي، طبعا هو من البنوك المدعومه وكان من اوائل البنوك المدعومه هو وبنك مصر. اي بطاقه خصم مباشر تبع البنك الاهلي المصري تقدر تربطها بانستا باي. وبطاقات مسبقه الدفع كارت ميزه الوحيد اللي تقدر تربطه بانستا باي، عشان ما حدش يقول لي ان انا ممكن اربط الفيزا او الماستر كارد مسبقه الدفع، لا مش هتقدر، لازم يبقى كارت ميزه مسبق الدفع او فيزا او ماستر او ميزه بطاقات الخصم المباشر. ونفس الحال في بنك مصر، بطاقات الخصم المباشر بس هي اللي بتتربط، وكارت ميزه مسبق الدفع. لكن في عيب بسيط في البنك الاهلي المصري، ان حساب توفير المستقبل مش هينفع تربط بطاقه الخصم المباشر بتاعها بانستا باي الا لما تكمل 21 سنه. المشكله دي حصلت مع ناس كتير جدا، لكن بالنسبه لبنك مصر المشكله دي مش قايمه قوي، هي في البنك الاهلي بالتحديد. بالنسبه بقى لاهم نقطه في المقارنه وهي حسابات العملات الاخرى، البنك الاهلي المصري اما جيت سالت في خدمه العملاء، الموظف قال لي انه يشترط عليك ان انت لو عايز تفتح حساب بعمله اجنبيه ان انت تقدم له اثبات دخل بالنقد الاجنبي، يعني انت شغال في وظيفه وبتديك مثلا بالدولار او باليورو، لازم تجيب لهم ورقه عشان يفتحوا لك الحساب، والكلام ده من داخل خدمه العملاء بتاعه البنك الاهلي المصري. اما بالنسبه لبنك مصر فلا يشترط الموضوع ده، ولو عندك حساب بالجنيه تقدر تفتح حساب سنوي بالدولار، وكنت شرحت قبل كده الموضوع ده برضه، هتلاقوا الفيديو في وصف الفيديو ده. طب شروط بقى فتح حساب الدولار في البنك الاهلي المصري، حد ادنى هي 100 دولار بس، سواء بقى دولار او يورو او جنيه استرليني او اي عمله كانت. اما بالنسبه لبنك مصر فهي 200 دولار او يورو، وبالتالي كده البنك الاهلي المصري هو حد ادنى بتاعه اقل من بنك مصر، لكن بنك مصر سهوله اجراءاته في فتح حساب العملات الاجنبيه افضل، وفي نفس الوقت المصاريف بتاعه كل 3 شهور بنك مصر بيخصم منك ما يعادل 55 جنيه بالعمله الاجنبيه. طبعا ده مش اخر كلامنا عن الحسابين دول، لكن لو فضلنا نتكلم فيهم الفيديو هيطول قوي، لكن حبيت الخص لكم اغلبيه الاسئله في مقارنه واحده، سواء حساب توفير او حساب جاري او حساب دولار او حتى التطبيق البنكي او انستا باي. لو في اي حد عنده اي سؤال يتفضل يكتبه في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.